صباح الفل وصباح الجمال عليكم. جاي النهارده اقول كده درس صغير انا اتعلمته الايام اللي فاتت، او مش الايام اللي فاتت، الفتره اللي فاتت يعني. درس كده ما كنتش هعرف اتعلمه لولا ما انا مريت بظروف كده كانت صعبه شويه. هو ايه؟ هو انه في اختبار كده للبني ادمين بيكون دايما في دوائر الراحه بتاعتهم. يعني يوسف كان عايش مع أبوه وكان عايش وسط إخواته، وأبوه كان دايرة الأمان ليوسف لأنه كان بيحبه وكان بيديله دايما اهتمام زيادة وبيديله حب زيادة حتى عن إخواته اللي حواليه. يوسف كان عايش بقلب نضيف، بيحب إخواته وبيحب أبوه، ولكن قلوب اللي حواليه ما كانتش نيتهم طيبة ليوسف، وده ظهر طبعا لما عملوا اللي عملوه فيه وباعوه ودوه لمصر. كلنا عارفين القصة دي وحافظينها. لولا يوسف انه كان طلع من دايرة الراحة بتاعته ودايرة الأمان بتاعته، كان عمره ما هيبقى ملك على مصر. رعوس كانت بنت بتحب حماتها ومتجوزة واحد ومعاها سلفتها وبرضو أخو جوزها موجود، وكانت دي دايرة راحة ليهم. لما دايرة الراحة دي اتكسرت، رعوس كملت بحماتها. لولا الدايرة دي اتكسرت ما كانتش رعوس جه من نسلها يسوع. الملكة استير كمان كانت موجودة في القصر، كانت مش وسط شعبها وكل حاجة، بس كانت موجودة في القصر وكانت برضو في دايرة أمان ليها. لولا هي طلعت من دايرة الأمان دي وخدت خطوة، لولا ما كان اسمها الملكة استير وبقينا نذكر اسمها على طول واتكتب اسمها في الكتاب المقدس. الدروس دي كلها تقول لنا ايه؟ لما تيجي انت تتضرب في دايرة الأمان بتاعتك ودايرة الراحة بتاعتك، اتحرك، ما تقفش مكانك وتقعد بقى تندب وتقول أصلي وفصلي. اتحرك، شوف دايرة تانية، شوف حاجة جديدة يا سيدي، روح دايرة تانية عادي وتبوس تاني، وروح للي بعدها وتبوس تاني، بس اتحرك. أي مكان انت مش مريحك اتحرك منه. بس أنا ما بقولش نبيع، أنا بقول لو المكان خلاص انت استنفذت كل محاولاتك اتحرك، وإن ما كانش الظروف مساعداك شوف أقل الخسائر واتحرك. أهم حاجة إنك أنت تتحرك، لأنه كل ما أنت تتحرك وكل ما تجدد الدوائر وتجدد المجالات اللي أنت فيها، كل ما هيبقى دايما في جديد، وربنا مش هيسيبك، هيطلع خير من الجديد. لكن عمر ما ربنا هيجيب لك خير وانت واقف مكانك. ما ينفعش تبقى واقف مكانك، لازم تتحرك. فالدرس اللي انا اتعلمته الوقت اللي فات انه يا جماعة، حتى لو احنا بنمر بظروف صعبة، حتى لو احنا بنضرب في دوائر الامان بتاعتنا ودوائر الراحة، نقعدش بقى نعيش دور اصلي وفصلي وانا واتظلمت و حلو جدا، انت ممكن فعلا تبقى مظلوم، ولكن صدقني ربنا هيعوضك بطريقة او بتانية، بس انت اتحرك. باي باي.